السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي الأعزاء في رحلة جديدة، في درب جديد من دروب الشيشان. نحن اليوم في أعالي جبال الشيشان مرة أخرى. هذه أيضا منطقة إتم قلعة، ونحن الآن في منطقة حدودية بين الشيشان وجورجيا. الشيء المميز في هذا المكان هو وجود هذه الأبنية التي هي في الحقيقة عبارة عن مدافن، وهي من حقبة ما قبل الإسلام. نشاهد هنا إخواني كما ترون هنالك العديد من العظام البشرية، ترون هنا الجمجمة وهناك الجماجم العديدة. سوف نتحدث اليوم عن هذا المكان وعن الأساطير التي تحيط به، وسوف إن شاء الله نريكم ما هي الأسباب التي جعلت بلاد الشيشان، جبال الشيشان حصينة على مدى العصور طول هذه القرون. وسوف نتكلم عن موقعها المميز وعن طبيعة جبالها التي جعلتها منيعة أيضا بشكل طبيعي. كل هذا والمزيد إن شاء الله سوف تشاهدونه في هذه الحلقة. محدثكم الدكتور آرس بيشونو، ودرب جديد ورحلة جديدة في دروب الشيشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من رحلة جديدة ودرب جديد من رحلات عبر دروب الشيشان سوف تتعرفون على هذه المدفنة التاريخية لعهد ما قبل الإسلام. هنا يقال أنه من كان يصاب بالطاعون كانوا يأتون به إلى هنا، فإما يصح ويرجع إلى أهله إلى القرية، وإما يتوفاه الله. وهنالك العديد من العظام كما تشاهدون، يعني هنالك حتى عظام وجماجم لأناس يعني أحجام مختلفة وأعمار مختلفة. هنالك أكثر من 40 مدفن مثل هذا المدفن الذي شاهدتموه. هذا وهذا وذاك وهناك، وفي كل مكان على هذا الجبل كلها مدافن. من المحتمل أنها مدافن عائلية، من المحتمل أنها مدافن من عصور مختلفة، لكن ما نعرفه أنها تعود إلى القرن ال14. نعم، وكلها على هذه الشاكلة ملأى بالعظام البشرية والجماجم. فسبحان الله، المؤكد لدينا أن هذا كله من عصور ما قبل الإسلام، لأنه كما تعرفون عندنا نحن الشيشان تقاليد والعادات الإسلامية ومراسم الدفن وأسلوب الدفن فهي كلها حسب السنة الشريفة الحمد لله. لكن هذا كونها ملقاة هنا ولم يدفنها أحد، سواء كان متوفى بالطاعون أم لم يكن متوفى بالطاعون، فيعني واضح أنها من العصور التي قبل الإسلام. وهذا يطرح علينا سؤال: متى أسلم الشيشان؟ ومتى دخل الشيشان في الإسلام؟ أو متى دخل الإسلام بلاد الشيشان؟ وهذا سؤال قديم جدا يؤرقني، وكنت أبحث عن الإجابة الصحيحة لهذا السؤال منذ فترة طويلة، واليوم سوف نتحدث عن هذا ونجيبكم أيضا إن شاء الله. هذه المدافن واضح أنها كانت على فترات طويلة، لأنها أولا المادة المصنوعة منها تختلف من مكان لآخر، وأحجامها تختلف. تشاهدون هنا إخواني هذه هي العظام سبحان الله. طبعا يعني أقترح أنه لو كان هنالك طريقة إما للإحاطة بها. تشاهدون هنا يعني ممكن، أنا طبعا أدرس الجراحة في كلية الطب في جامعة الشيشان الحكومية. طبعا من الممكن أيضا الاستفادة من هذه العظام مثلا على سبيل المثال، وأخذها وحفظها حتى مثلا يستعملها الأساتذة في التدريس لنشرح للطلاب مثلا. وطبعا هذا يعني معمول به في روسيا وفي البلدان كلها، بما أنها أصلا هي يعني مهدرة وأصلا هي ملقاة، فلماذا لا نستفيد منها؟
فكما تشاهدون نحن هنا على قمة جبل في قرية تسوي بيدي، وهذه عبارة عن من أكبر النيكروفيلد، تسمى نيكروفيلد أي مساحات أو ساحات الدفن. هذه المنطقة هي حد فاصل بين حدود الشيشان وحدود جورجيا. أحضرنا معنا إبريق الشاي، وأحضرنا معنا الحطب والخشب، ووددنا أن نغلي شاي من الأعشاب الجبلية، لكن عندما يكون هذه النباتات الجميلة الرائعة التي يمكن أن نعمل منها الشاي الجبلي الطبيعي، لكن كونها قريبة جدا من هذه المدافن بصراحة يعني عافته نفسنا، فهي على بعد متر أو مترين فقط من هذه المدافن، فيعني تأبى نفوسنا أن نشرب الشاي في هذا المكان، فنشربه إن شاء الله في مكان آخر. إخواني، أريد أن أشرح لكم موقعنا لهذا اليوم. نحن في منطقة تسوي بيدي أو يقولون تسوي بيدي، ونحن في منطقة حدودية، يعني المنطقة المحرمة التي بين الشيشان وجورجيا هي على بعد أقل من كيلومتر واحد. إذا تلاحظون يوجد هنالك، تشاهدون هنالك هذا الطريق الحدودي الذي بين الجبلين، خلف الجبل رأسا، خلف الجبل هذه جورجيا. نعم، طبعا نحن لا نتجه إلى هنالك لأن ليس هنالك معبر حدودي ولا ننوي أن نذهب هناك، لكن الذي أريد أن أوصله، انظروا هذا الانحدار الشديد. هذا الجبل من 3 جوانب هي انحدار، يعني تقريبا يعني 85 أقرب إلى 90 درجة، فهي محصنة تحصينا كاملا من 3 جهات. ومن الجهة الرابعة هنالك أبراج حراسة، سوف نريكم الآن إياها، وإن شاء الله سوف نطير بالدرون حتى نريكم. فكانت هذه المنطقة هي عبارة عن حراسة لهذا الممر الحصين بين الشيشان وبين جورجيا، فلا يستطيع أن يعبر هنا، لا أقول جيش ولا أقول كتيبة، لا تستطيع أن تمرق من هنا يعني ذبابة دون أن يتم كشف أمرها، لأنه مطل على الطريق من هذه الجهة ومن تلك ومن هذه الجهة. نعم، فكان هنالك إذا حضر مثلا جيش كبير مهما كانت إعداده فهو مضطر أن يعبر من هذا الزقاق الضيق، فمهما كان عرض الجيش فمقدمته تكون بعرض هذا الزقاق، لا يسع أكثر من 5 أو 10 رجال، فتستطيع كتيبة صغيرة متحصنة هنا من الرماة أن توقف تقدم جيش كامل. وهذا هو أحد أسرار كون جبال الشيشان ومناطق وسط شمال القوقاز كانت محصنة جدا. فلنعد مثلا إلى خريطة الدولة الأموية أو خريطة الدولة العباسية، سوف ترون أن الفتوحات توقفت عند هذه الجبال، وهذا لوعورتها الشديدة. هنا كما تشاهدون هذه المنطقة كلها ملأى بهذه المدافن، وهنالك أيضا أبراج الحراسة، سوف الآن نذهب ونريكم إياها. هذا البرج الرئيسي، وهنالك أيضا برج آخر سوف نريكم إياه إن شاء الله. هذا أحد المدافن التي يعني احتفظ بشكله الخارجي يعني أكثر من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لو هنالك فلاش عندنا ممكن تأتي بالفلاش. طبعا تشاهدون هنا هي عبارة عن رفوف وكأنها أسرة، هي مدافن وثنية، مدافن وثنية ما قبل الإسلام. ويقال أنه كان من يصاب بالطاعون يأتي إلى هنا، فإذا وافته المنية دفنه أصحابه أيضا المصابون بالطاعون، وإذا لم يتوفى عاد إلى أهله. فالكثير كان يخشى الحضور إلى هذه المناطق لأنه كان يخشى أن ينتشر الطاعون أو أن يصاب به، لكن هذه يعني نظريات لم يتم إثباتها. أما في الطاعون فنقول كما قال حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم أن الطاعون ببلد فلا تدخلوه، وإذا سمعتم أنه ببلد فلا تخرجوا منه. نعم، فهذا هو الهدي النبوي الصحيح في التعامل مع الطاعون. ومرة أخرى طبعا ترون العظام، هذا يعني أنا كطبيب أعرف أن
هذه عظمة الفخذ، عظمة الفخذ. وهنالك ترون فقرات العمود الفقري واضحة جدا، واضحة جدا. عظمة الحوض واضحة جدا، أي لا شك أن هذه عظام بشرية. سبحان الله. انظروا إخوتي، انظروا إلى هذه الجماجم، انظروا إلى هذه الجماجم، جمجمة، 2 3 4 5 6 7، كل هذه جماجم، كل هذه جماجم. سبحان الله، سبحان الله. طبعا أعيد وأكرر اقتراحي، إما محاوطة هذا المكان ويعني المحافظة عليه طبعا بعد المشاورة مع الإدارة الدينية ونرى قول العلماء في مثل هذه المدافن، أو أن يتم استعمالها في الطب مثلا في الجامعات والكليات، فلا أرى ضيرا من استعمالها. هذا هو أحد الأبراج الدفاعية الحربية المصممة للمراقبة والدفاع، وهو كما ترون مطل على هذا المنحدر وهذا الممر بين الجبال الذي يؤدي إلى جورجيا، وهو يكشف الطريق كلها. وهذا الجبل محمي من 3 جهات، وممكن التقدم إليه والصعود إليه من جهة واحدة فقط، فيكون منيعا جدا جدا ضد أي غزو أو أي أعداء. وهنالك كما ترون هنالك برج آخر متهالك، فيكون برجان متقابلان مطلان على هذا المضيق الضيق جدا، فيكون من الصعب بل على الأغلب من المستحيل أن يعبر من هنا أي قوة أي جيش دون أن على الأقل يتعرض لقوة يعني وقتل كثير، لأنهم من الأعلى طبعا إطلاق الأسهم حتى في ذلك الأيام، أو حتى أن ينزلوا عليهم بعض الصخور أو يسدوا عليهم الطريق. كانت كل هذه التقنيات مستعملة لردء أي تقدم للعدو من أي جهة. ولعل هذا هو أحد أهم الأسباب الذي جعل منطقة الشيشان شمال القوقاز ووسط شمال القوقاز منيعة جدا ضد حتى الفتوحات الإسلامية. فيعني للأسف لو كان الوضع غير كذا لعلنا كنا مسلمين يعني من قبل 1400 سنة 1300 سنة، لأن الإسلام كان قد وصل فعلا إلى القوقاز، إلى ديربنت، إلى جنوب داغستان سنة 22 للهجرة، أي في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه جلس أكثر من 1000 سنة حتى وصل إلينا. وكان السبب الأول هو منعت جبال الشيشان ضد أي غزو سواء من الشمال أو من الجنوب. فلنذهب ونصعد ونرى ماذا يوجد هنالك داخل هذا البرج. تاك تاك. نعم في دخول. طبعا نريد الآن أن ندخل ونرى المنظر من أعلى هذا البرج، وسوف نرى كمية الإحاطة بالموقع من كل جوانبه، من اليمين ومن اليسار ومن المقدمة، فيكون هذا البرج يعني مراقبا لهذا الطريق بحيث لا ينفذ منه أي شخص. وهنالك على ذلك الجبل إذا تشاهدون هنالك برج توأم آخر له، لكنه للأسف بأثر الحروب التي صارت تهدم معظمه. وهنالك إن شاء الله يعني بعض الجهود لإعادة ترميم الكثير من هذه المنشآت التاريخية. سوف ندخل الآن إلى هذا البرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا هو عبارة عن عدة طوابق، سوف نرى كم طابقا له. أبا ما شاء الله تبارك الله،
ما شاء الله. طبعا بعد أن صعدنا إلى هذا الجبل المنيع نحتاج إلى بعض الراحة، والآن إن شاء الله موعد صلاة العصر، سوف نؤذن لصلاة العصر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني وأخواتي الأعزاء. لمن انضم إلينا مؤخرا وليس مشتركا معنا بالقناة أعرفكم بنفسي. أنا الدكتور أرسبي أحمد شونو، أنا طبيب أخصائي جراحة عامة، باحث وأستاذ في قسم الجراحة في كلية الطب في جامعة الشيشان الحكومية، ومدير لإحدى المراكز الطبية الخاصة في العاصمة الشيشانية غروزني. أخذكم معي في رحلات عبر دروب جبال الشيشان، وفي هذا اليوم أتيت بكم لهذه المنطقة الحدودية. نحن الآن تقريبا على مرمى حجر من حدود جورجيا الفعلية، وهذه منطقة محظورة على الأجانب. أتيت بكم هنا لأني أريد أن أجيبكم على سؤال كان يراودني دائما منذ القدم، وهو متى دخل الشيشان في الإسلام، أو متى دخل الإسلام في الشيشان؟
منذ متى وأصبح الشعب الشيشاني شعبا مسلما؟ إذا أني حين أقرأ التاريخ وأسمع أن باب الأبواب مدينة ديربند والتي هي جنوب غرب داغستان دخلت الإسلام وفتحت على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 22 من الهجرة، أي أنه في فجر الإسلام دخل الإسلام إلى القوقاز، لكن وسط شمال القوقاز الشيشان وإنغوشيا بالتحديد هذه المنطقة بقيت لفترات طويلة للأسف بعيدة عن هذه الدعوة الإسلامية المباركة، وذلك لأسباب عديدة. أولا أريدكم أن تراجعوا الخرائط، فلنبحث مثلا عن خريطة الدولة الأموية في أوسع انتشار لها، سوف تجدون أنها تقف الفتوحات عند حدود جبال القوقاز. إذا بحثنا عن الفتوحات في أيام الدولة العباسية وأيام الخلافات الراشدة أيضا، وحتى أيام الدولة العثمانية أيضا، وصلت إلى جبال القوقاز من ناحية الغرب من عند القرم وعند البحر الأسود، ضفاف البحر الأسود، لكنها لم تصل إلى وسط القوقاز. والآن سوف أريكم هذا الكلام. انظروا إخواني، هذه هي الأبراج الدفاعية الشيشانية التاريخية. هذه الأبراج من العصور الوسطى، يعني من القرن الرابع عشر. وطبعا هذه الصناعات وهذه الأبنية هي عبارة عن تاريخ متوارث في هذه المنطقة، وهذه منطقة حدودية. فتخيلوا معي ما هو الجيش الذي سوف يستطيع أن يعبر هذه الدروب الوعرة الشديدة الوعورة. فمهما كان الجيش جرارا ومهما كان عدد المقاتلين كبيرا، إن مقدمة الجيش لا بد لها أن تنحسر وتضيق حتى تمرق من هذه الأماكن الضيقة جدا. وأي تحصينات دفاعية لشعوب الشيشان وشعوب القوقاز المحاربة هنا، رامي واحد ماهر بإمكانه إيقاف تقدم كتيبة كامل بل جيش كامل. فما بالك بهذه المدينة؟ هذه المدينة الجزء الأول الذي أريناكم إياه وهي كانت عبارة عن مقابر ما قبل الإسلام، وهذا الجزء بعد السور هذا هو المدينة، وهي مدينة حرس الحدود. هذه المدينة بالذات هي كانت كمعسكر دائم لحماية الحدود الشيشانية لأي غزو يأتي من الجنوب. كما تشاهدون هنالك هذا البرج الأبيض هنا، وهو قد تم إعادة ترميمه بعض الشيء، وهو مطل بشكل مشرف جدا، وسنريكم الآن الصور عن طريق الدرون. فهي زاوية 90 درجة، لا يستطيع أي أحد أن يهجم عليهم، وأي سهام من الأسفل لا تصلهم. ففي الفترة التي كان فيها القتال بالأسلحة الباردة كانت هذه المنطقة محصنة بشكل كبير. إذا نظرنا في هذا الاتجاه ورأينا هنالك يوجد كما ترون برج آخر، لكنه للأسف قد تعرض لعوامل الحد والتعرية وللهدم، وفي كثير من الأحيان هذه الأبنية تتعرض للهدم المتعمد، وخصوصا في أوقات الحروب حيث لا حسيب ولا رقيب. فبرج هنا وبرج هناك مشرفان بشكل مباشر على هذا النظام الضيق هنا، ولا يستطيع أي أحد، لا أقول جيش أو كتيبة، لا يستطيع شخص واحد أن يعبر إذا لم يؤذن له بالعبور. فهذا والله أعلم هو سر تأخر وصول الإسلام لمنطقة الشيشان، لأنه عندما وصل الإسلام من الشرق من عند باب الأبواب كان عليهم أن يأتوا عن طريق الجبال، ولما جاء مسلمة بن عبد الملك عن طريق جبال القوقاز كان هنالك له حروب شديدة مع اللان. وطبعا اللان ودور الشيشان كونهم محاربين أساسيين ومكون أساسي من مملكة اللان أيضا سوف نتحدث عنه في حلقات أخرى عندما نتطرق للموضوع التاريخي من شعب الشيشان وأصله. فالذي أريد أن أصل إليه هو لعل هذه التحصينات الطبيعية الربانية هي التي حالت دون وصول الجيوش، وهذا لا ينطبق فقط على الجيوش الإسلامية جيوش الفتح الإسلامي، إنما جميع الغزاة في جميع الأوقات. كلنا نسمع بالقبيلة الذهبية وتيمور لنك تيمور الأعرج وكيف أنه اجتاح العالم كله، لكن هل تعرفون أنه لما وصل الشيشان وطلب أن يأتوه بالسبايا وطلب أن يأتوه بالأموال وطلب أن يأتوه بالرجال حتى يقاتلوا معه، قالوا له حسنا سوف يكون لك كل الذي تريد لكن على جثتنا.
وفعلا لم يستطع أن يأتي إلى المناطق الجبلية من الشيشان، لأنه كما ترون لنفس السبب الجبال نفسها منيعة جدا، ويصعب على أي جيش مهما كان تعداده أن يأتي هنا ويتحرك. لكن الفيصل كان في هذه المعركة هو تقدم التكنولوجيا والطائرات والصواريخ وغيرها، فسبحان الله تغيرت المعادلة. إما الشيشان طول عمرها كانت منيعة وحصينة، لذلك دخلنا الإسلام بفضل الله. أجدادنا اعتنقوا الإسلام لأنه دخل قلوبهم بلا قتال وبلا شيء، بالدعوة وبالكلمة والموعظة الحسنة، وعن طريق الدعاء المسلمين الذين كانوا يأتون ويدعون لهذا الدين القويم. فالحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا لدين الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين.